أكلتنا لليوم كفتة بالصينية بهيدا الشكل المميز والطيب كتير والمرتب كتير والطعمة رائعة بهالطريقة. اليوم رح نسويها بطريقة كتير مميزة، حتى كمان صحية، كلها شوي ما بدنا نقلي فيها شي. بدنا كيلو لحمة مفرومة ناعمة تكون 20% دهن، نحط لها حبة صغيرة من البصل مفروم ناعم، كوب من البقدونس المفروم، ملعقة بهار مشكل، نص ملعقة قرفة ناعمة، ربع ملعقة فلفل أسود، وبنخلطهم مع بعض ليصيروا بهيدا الشكل ومنقرصهم مثل ما انتو شايفين. نهرم بندورة 3-4 حبات من البندورة دوائر وبطاطا وبصل وفليفلة، منصفهم بالصينية. بندهن بالأول الصينية بشوية سمنة ومنصفهم بالصينية بهيدا الشكل يطلعوا معكم حلوين، لكن الألوان الحلوة والشكل الحلو كفتة وبطاطا وبندورة وفليفلة حمرا وفليفلة خضرا، يا عين شي بشهي. بنرجع بنعمل لها الصوص، عبارة عن كبايتين مي سخنة وملعقتين رب البندورة، نص ملعقة صغيرة قرفة ناعمة، نص ملعقة صغيرة بهار مشكل ورشة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة ملح، ونحطهم بالفرن على درجة حرارة 220، النار من فوق ومن تحت لمدة 40 دقيقة. نفلفل قبالها رز، هيك بتكون النتيجة. شوفوا ما شاء الله بتجنن، الطعم طيبة. بنصحكم تجربوها بهالطريقة، وطريقة جديدة ومميزة والشكل حلو. وحتى بالنسبة للتقديم، تقديم كمان شكله حلو. عملوا لايك للفيديو، بتمنى من الكل بيشوفوا الفيديو يعملوا لايك، يعملوا حركة الاكسبلور، خلي يكون عدد الفيو قد عدد اللايكات. بتمنى يعني على هذا الفيديو يطلع اكسبلور. جربوها كتير طيبة وصحتين.